عارف انت اللي بيحس ان كل حاجة بتضيع منه وما بيلاقيش اي حاجة يعملها بيعمل ايه؟ ايوه، بيعمل زي ما انت بتعمل كده بالظبط، بيجي في الهايفا ويتصدر. والحقيقة ان دي الحاجة الوحيدة اللي انتوا بتكونوا فيها متصدرين. يعني انتوا عشان شايفين الاهلي ماشي زي القطر ومش لاقيين اي حاجة تتكلموا عليها، بتقولوا ان احمد فتحي واخد 3 انذارات وما كانش المفروض يلعب الماتش، وال3 نقط المفروض يروحوا للاتحاد. على العموم انا مش هرد عليكم لان اللي بيحصل فيكم انا عارف انه كتير. دخل الاهلي ماتش الاتحاد بخطة اللعب المعتادة وهي 4-2-3-1. في حراسة المرمى اوليفر اكرامي، 4 في خط الدفاع سعد راموس ونجيب في القلب، على يمينهم الجوكر احمد فتحي، وعلى شمالهم علي معلول. 2 في وسط الملعب عمرو السولية والمسمار حسام عاشور، قدامهم 3 في القلب المدفعجي عبد الله السعيد، على يمينه الحاوي وليد سليمان، وعلى شماله حمودي، تحت مهاجم وحيد كولوبالي. ملخص الشوط الاول كان عبارة عن ضغط من الاتحاد من قدام واللي اكبر اكرامي على لعب العالية، وما كناش عارفين نطلع بالكرة على الارض، فاضطر لعيبة نص الملعب والهجوم للنزول لتحت عشان ياخدوا الكرة ويطلعوا بيها. فكان بيحصل حاجة من 2، يا الكرة بتتقطع مننا واحنا طالعين بيها والهجمة بتخلص من قبل ما تبتدي، يا بننجح اننا نوصل بالكرة للتلت الاخير من ملعب الاتحاد، وبسبب البطء او المسافة اللي قطعناها كانت برضه بتتقطع، وفي كلا الحالتين الهجمة ما كانتش بتكمل. هتصدقني لو قلتلك ان غياب حجازي اثر على الاهلي؟ هقولك ليه. حجازي مش مجرد مدافع بيقطع كورة او بيفسد هجمة، حجازي عنده ميزة انه بيعرف يبني الهجمة من تحت لانه بيباصي كويس، وكمان عنده ثقة في نفسه بتخليه يعرف يتصرف بالكرة تحت ضغط. اما محمد نجيب اللي لعب في مكانه قام بالجانب الدفاعي اللي بيعمله حجازي وما حسناش بفرق، لكن في جزء بناء الهجمة ولان اللعيبة قدرات ما قدرش يقوم بيه. عشان كده الاهلي كان عنده صعوبة كبيرة في انه يحضر الكرة في خط الدفاع. مش عارف ازاي لعيبة الاهلي في اوقات كتير بيكونوا شايفين انهم بيلعبوا فريق عنده جماعية في الدفاع، ورغم كده بيكونوا مصرين انهم يستخدموا الحل الفردي. يعني كورة زي دي عشان كولوبالي يقدر يعدي من وسط اللعيبة دي كلها لازم يكون حاجة من 2، يا بيطير يا يكون شفاف عشان ما يبانش. وبما انه هو ولا ده ولا ده، فطبيعي انها تتقطع منه، بس اللي مش طبيعي ان اكتر من لاعب في الاهلي بيعمل كده. سؤال بس، هو ليه الانكماش الدفاعي والتراجع زيادة عن اللزوم؟ وطالما انت نازل الشوط الثاني وفي نيتك انك تحافظ على الجول، ليه ما خليتش الكرة معاك لاطول فترة ممكنة؟ وليه ما خدتش الاستحواذ عشان تقدر تفرض اسلوبك وسيطرتك على الماتش؟ ليه سبت لهم الكرة كده؟ المفروض انك كنت تهدي اللعب وما تجريش لعيبة الاتحاد في الريتم السريع عشان حتى تحافظ على شكلك في الملعب، ولو ما قدرتش تجيب جول ما يدخلش فيك جوال. السولية كان واخد حرية في التحرك لقدام وانه يزيد مع الهجمة مع الاعتماد على عاشور في قفل نص الملعب، وتقدم السولية عمل زيادة عددية للأهلي في حالة الهجوم، بس عدد اللعيبة مش كل حاجة. يعني ممكن يبقى عندك عدد لعيبة كبير في حالة الدفاع وما يكونوش بيعرفوا يقفوا صح ويمسكوا صح، ونفس الكلام ممكن يبقى عندك عدد لعيبة كبير في حالة الهجوم لكن ولا بيتحركوا من غير كورة ولا بيقدروا يوصلوا الجول. فياريت طالما البدري قرر انه يحرر السولية ويقلل ادواره الدفاعية، انه يمرنه اكتر على انه ازاي يخلص على الجول. الكرة دي ما كانتش في مستوى الرجل، وكان لازم السولية يسبق لاعب الاتحاد ويلعبها بدماغه، لكن هو اتصرف بحس لاعب نص الملعب اللي بيطلع كورة مش اللي رايح يحط جول. كلنا سمعنا ان كابتن حسام البدري بيمرن اللعيبة على الكرات الثابتة، والحقيقة ان انا بقيت متأكد من المعلومة دي بعد ما شفت اللعيبة وهي بتنفذ الكلام ده في الملعب. بس ليا طلب ورجاء عند البدري، هو ممكن حضرتك تعمل ضبط زوايا لرجول اللعيبة بحيث انهم يشوطوا الكرة تحت سيكة عن العارضة؟ اصل حرام الكرة تروح بالشكل ده وتضيع. يعني اي حد بيتفرج على كورة او حتى بيسمع الماتش في الراديو عارف ان كل ماتش ليه ظروفه وليه اللعيبة اللي بتناسبه، وكمان اي فريق في الدنيا لازم يعمل تدوير للعيبة عشان يبقى عنده عدد كبير من اللعيبة الجاهزة. لكن اللي مش قادر افهمه ازاي يكون عندك لاعب اساسي في ماتش ومستواه جيد جدا ويجي الماتش اللي بعديه يلاقي نفسه بره القايمة خالص. ده كده ما اسموش تدوير لعيبة، ده كده تسويح لعيبة.
لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وشير في الخير، واشوفكم الحلقة الجاية.